هعمل شوية كشري، هوزع على الحبايب والناس اللي في الشارع، واللي انا نفسي اطعمه واكله من ايدي. هعمل لهم شوية كشري ما حصلوش ومش هيحصلوا. هنسمي كده بسم الله، وهنقطع بصلنا. لازم الكشري يكون يعني يكون له بصل، كمية بصل وفيرة كتير، ويفضل تكون بيضة. يعني لما البصل يبقى ابيض يبقى ايه، ويتقطع رفيع، يقرمش معاكي ويبقى ايه، مقرمش كده وجميل. بصل الكشري دايما بيبقى مقرمش كده. انا ما عنديش هنا طبعا كمية البصل اللي انا هستخدمها كلها بيضة. لكن انا هاخد برضو من ده على ده، مش هنقف على حاجة، يعني هتمشي الدنيا ان شاء الله. هقطع بقى كمية البصل كده، وحلتنا الكبيرة اللي انا هستخدم فيها الاكلة كلها نزلت فيها كمية زيت كبيرة كده، لاني هعمل بيها الاكلة كلها. نزلت بقى كمية البصل الكبيرة دي وقطعتها كده جوانح، وهقلب فيها. افضل اقلب بقى باستمرار علشان كلها تاخد لون واحد ان شاء الله. الحلة دي فيها العدس، انا غسلته ونقعته واديته غلوة واحدة كده وغطيت عليه. والحلة التانية دي فيها حمص، برضو نقعته من الصبح ورميت ميته كذا مرة، وايه ولعت عليه وحطيت شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة. هقلب بقى برضو، يعني التلات عيون يبقوا شغالين، ودلوقتي ان شاء الله هيبقوا الاربعة. هقلب البصلة كده، بصل كتير كده والزيت وفير معايا، عشان افكك البصل كده من بعضه ويقرمش. هقلب البصل بقى كده دايما باستمرار، طول ما انا واقفه هقلب فيه. الحله الرابعه اهي، اكيد دي هعمل فيها التقليه ان شاء الله. حطيت شويه زيت معايا بقى طبعا علشان اعمل، هنزل فيها التوم. نزلت هنا كميه توم كده مدقوقه، وهقلبها كده، وبرضو يبقى ايه، عيني عليها. هسيبها وعيني تروح على حتة تانية، اوطي عليها عشان ما تتلسعش مني. التوم بالذات يعني ما تتشغليش عنه. هنا البصلة كده يعني قربت تاخد بقى تحميرة كده معايا. كده مش هسيبها، يعني يعني هفضل بقى اوطي على بقية الاكل وعيني كده على الايه، على البصلة. اتحمر بقى كده معايا وخد لون ذهبي كده جميل. اصفيه كده بالمقصوصة واطلعه على مصفى علشان يفضل مقرمش. ما طلعوش على مناديل يعني ورق، علشان المناديل هتطريه. طلعيه كده على مقصوصة كده، يعني مصفى علشان يفضل مهوي. تهويه وتفضل مقرمشاه يعني. انا طبعا برش رشة ملح بسيطة جدا اثناء ما انا بحمر البصلة، يعني مش كتير علشان ما يحدقش منك. وافرده كده من بعضه. انا هنزل بقى هنا كده بكيس شعرية، علشان انا عاملة 2 كيلو رز، وحوالي نص كيلو عدس بجبة بلدي، وكيلو مكرونة، ونص كيلو شعرية. حطيت بقى هنا كده شوية صلصة على الحمص عشان يديله لون احمر كده وموردن وجميل. وهنزل بقى بشوية شطة، وشوية برضو كزبرة ناشفة، وشوية كمون. كل الأكلة لازم تكون فيها كزبرة وكمون. ادي شوية كمون. وهنزل برضو معلقتين صغيرين كده هريسة من اللي كنا عاملينهم مع بعض. واظبط الملح بتاعي، وهو طبعا دخل في سوا اغطي عليه، وهو من الحرارة هيستوي على طول. هنزل بقى بكمية الرز كلها اللي غسلتها وما نقعتهاش على الشعرية بعد ما خدت لون جميل كده. طبعا الاكله دي كلها بيبقى كلها بركه، ما دام انت ناويه ان انت تخرجي حاجه كده لله. مش ضروري طبعا لحوم زي ما اتفقنا. اي حاجه ممكن تخرجي، تخلي الولاد يطلعوا سندوتشات جبنه، سندوتشات بيض، معاهم فاكهه، اي حاجه. المهم ياخدوا على انهم دايما يتصدقوا. تقلبي كده الرز مع الشعريه كده عشان ياخد سخونيه كده ويفلفل معاكي على طول. تحطي معلقه زبده كبيره كده او سمنه، بتدي جمال للرز بتاع الكشري. يعني هو اصلا بيبقى معمول بزيت، لكن انا بحط له معلقه كده كبيره زبده او سمنه برضو. ظبط الملح والكزبره والكمون، زي ما قلنا هي ايه التوابل الاكله بتاعتنا دي، الاكله الجميله الشعبيه بتاعتنا دي. انزل برضو الكمون عشان دي بقوليات، واي بقوليات اتفقنا برضو انها يبقى ايه، لازم يكون فيها كمون. لازم اقلب كده في الرز علشان ياخد سخونيه جامده، ما يبقاش تنزلي ميه على انه يبقى بارد كده يعجن معاكي.
هنزل بقى هنا بكيسين مكرونه، كيس مكرونه صغيره وكيس مكرونه اسباجيتي مقطعه طبعا مكسره، علشان خاطر ما يبقاش ما تغلبش يعني الناس في الاكل. ولازم المكرونه تنزل على ميه مغليه وشويه ملح فيها مش اكتر. اكسر بقى كده المكرونه واسيبها على العين برضو اثناء ما انا بعمل ايه الرز. انتي توازني نفسك كده، يعني انتي اهم الاساسي هنا في الاكله الرز بالشعريه الاول، وبعدين اشغل بقى بقيه الحلل معايا، المكرونه الصلصه، عشان كل الاكله تلاقيها في ثانيه كده طلعت معاكي سخنه كده، وكلها في نفس الوقت، تطلع كلها في نفس الوقت، مفيش حاجه تبرد قبل حاجه. لسه برضو الرز كده بياخد معايا حراره. هنزل بقى العدس بميته البني الجميلة اللي كلها فيتامينات وكلها بروتين. في ناس بترميها، انا ما برميهاش، بفضل احطها واكمل مية من الكاتل على طول، حطها ويكون العدس واخد نص سوا بس، يعني يا دوب هو يديله غلوة وتطفي عليه وتغطيه. هنا تكملي بقى سواه مع الرز علشان ما يعجنش منك، وتظبطي بقى الملح والكزبرة والكمون وتدوقيه وتغطيه وما تفتحيش عليه. تاخدي بقى شوية احلى كشري، وخصوصا هو اسمه كشري الخير، يعني انت مطلعه منه حاجه كده لله يعني. ادي الصلصه جميله قوي، الملح نظبطه طبعا. طبعا ما ننساش معلقه السكر، بتخلي الاكله جميله جدا بدل الماجي والحاجات اللي انا ما بحطهاش خالص في اكلتي. حط الكمون هنا في الحمص، كمون وكزبره. ودي معلقه الهريسه اللي قلت لكم عليها، بتدي بقى طبعا كأنك انت عامله هنا بقى دقه وحمص في نفس الوقت في حله واحده. معلقه الهريسه بالثوم دي بتحسي ان انت يعني عامله دقه، وتظبطي الملح بتاعك الحياء بتاعك كده، تدوقيه وتشوفي طعمه مظبوط ولا لا، لان الناس كتير هتاكل منه يعني. وادي المكرونه برضو صفيتها، اول ما تطلع سخنه كده يا تحطي معلقه سمنه بلدي يا ترشي رشه زيت. انا بحب الزيت معاها علشان خاطر يعني تفككها من بعضها وما تلزقش خالص. تحطي رشة فلفل اسمر بيبقى ريحتها جميلة جدا مع المكرونة وهي سخنة، المكرونة البيضة كده، ورشة ملح، وتقلبي كل دي مع بعضها وتركنيها على جنب. خلاص الرز كده برضو هيطلع معاها على طول وهي سخنة كده. والحمص طفينا عليه، وادي المكرونة اهي خلصت ان شاء الله. اكلتنا كلها خلصت في نفس الوقت، وهنغرفها على طول دلوقتي ان شاء الله. كله طبعا مستني بره، مستني عايز ياكل الكشري، مش عايزين يوزعوا قبل ما يعني مش عايزين ياكلوا قبل ما عايزين يوزعوا الاول وبعدين ياكلوا. ماشي. شايفه الرز استوى ازاي مع بعضه كله جميل، والحله اتملت على اخرها ومليانه بركه كده، كاننا بالظبط في محل كشري ما شاء الله. والله شويه كشري زي العسل، يعني تسيبي اللحمه وتاكليهم. شايفه بنغرف ازاي في العلب، رز مفلفل كده وجميل وريحته في منتهى الجمال. شوية المكرونة برضو فوقه مفلفلة برضو جميلة، وهنحط شوية حمص على قد ما تقدري، يعني على قد ما قدرتك تعملي، على قد ما انت قادرة. وادي الصلصة موردنة وجميلة ومسكرة وزي العسل، مخلية الكشري جميل جدا. حطي بقى يعني شوية برضو بصل كده مقرمش، وسيبيه مفتوح شوية كده على ما تخلصي كل العلب علشان البصل ما يطراش. شايفة يعني فتحوا نفسنا تاني على الكشري، جميل جدا. وده طبقنا الكبير ده، وده ادي الدقة بالحمص جميلة، والطبق اللي فات ده طبق الحبايب هنوديه لهم. وادي كام علبة كشري الولاد هينزلوا يوزعوهم في منتهى الجمال، والله حلو جدا. اتمنى تجربيه وما خدش منك ساعة في المطبخ. اكلة جميلة ومشبعة، واللي بيجوع بديله ياكل كشري تاني ما فيش غيره الحمد لله. العلب منظرها يفرح كده وفي منتهى الجمال. طبعا الاطفال الصغيرين في منتهى السعاده بيحبوه. بدل ما اخدهم اعزمهم بره، لا اعمله لهم في البيت، ناكل احنا وناكل اللي جنبنا. وادي عمر كمان هو نزل يوزع، جبناه في المرايه بتاعه العربيه اهو. طبعا بيبقى في منتهى السعاده. لحقت طبعا اصور كده قبل ما داخلين على نص الطبق، اخد تصويره كده قبل ما يخشوا على نص الطبق. ودي الانسه جنى بتاكل، عاجبها الكشري طبعا، وخدت معلقه بلاستيك. اتمنى تجربيه ويعجبك.
اكل تحفه يا ناس.